في خبر جديد متعلق بكرة القدم الأفريقية، حيث أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد عملية الاعتراض التي كانت حاضرة من قبل الاتحاد المغربي لكرة القدم حول ما جرى من مجريات عديدة وكثيرة وأحداث كثيرة غلبت على لقاء النهائي من كأس أفريقيا في المغرب، حيث احتسب وقرر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه تطبيقا للمادة 84 من لوائح كأس الأفريقية تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة النهائية من كأس الأفريقية المغرب 2025، حيث تم تسجيل نتيجة المباراة بنتيجة 3 أهداف دون مقابل لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، وبذلك يعتبر المنتخب المغربي بطلا